السلام عليكم، يعطيكم الصحة. أنتم على التغطية هذه في مدينة العيون. الحقيقة مدينة جميلة في الصحراء في الجنوب المغربي. التنظيم الحقيقة ما نجم نقولوا كان اكسيلون. يعطيهم الصحة للقائمين على لجنة التنظيم. بالنسبة لنا احنا كوداد سمارة ممثلين على منطقة الجنوب المغربية، نحب نوريو صورة باهية للهوندبال الموجود في المغرب إن شاء الله. اليوم معنا مباراة كونتر فريق افريقي، نتمناو انه ننتصروا اليوم باش نترشحوا في الاوائل في البول نتاعنا، باش ان شاء الله الماتش الجاي في الربع النهائي نواجهوا يا اما الزمالك يا اما المنتدى اللي باش يربح فيهم تو باش نواجهوا ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للموقع العيون الان على تغطيه هذا الحدث. التنظيم ديال البطوله الافريقيه في مدينه العيون ما جاش من عبث، اللي كتمتيز به العيون بالبنيه التحتيه هي اللي خلات يعني الثقه ديال الاتحاد الافريقي على انه ينظم البطوله ل 45 للانديه يعني في مدينه العيون. يكفي شرفا للبطولات الانديه لانها تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله. كنشكروا جميع المسؤولين لمدينه العيون والمنتخب المجالس المنتخب على اهتمامهم بهذه البطوله ويوقفوا عليها يعني بجد بحسن التنظيم وحسن تسيير هذه الدوره. احنا كفريق وداد سماره ممثلين يعني الاقاليم الجنوبيه ومدينه سماره خاصه، كنتمنى ان شاء الله على اننا نمشوا بعيد في البطوله يعني خطوه بار خطوه. يعني الحمد لله ان شاء الله رانا ماشيين في المسار الصحيح اللي رسمه المكتب ولا الاداره التقنيه. نتمنى ان شاء الله نمشوا بعيد في هذه البطوله ونديروا واحد النتيجه اللي تفرح ان شاء الله الاقاليم الجنوبيه. بالنسبه لك كابتن، واش العائق البدني غيكون نت في هذه البطوله، خصوصا ان اليوم مجموعه شبابيه كتوفر على شباب اللي هما مواليد 2004 و 2005؟ بطبيعه الحال يعني الناس اللي اتخذوا المكتب المسير برئاسه السيد الحنفي العدلي يعني منذ 3 سنوات وهو عمليه تشبيب الفريق، يعني الحمد لله عطات الاكل ديالها. العامل البدني مهم في هذا النوع من البطولات، يعني بفضل يعني الامكانيات المتوفره وبفضل يعني التعليمات ديال المدرب بتقسيم فترات الراحه على اللاعبين. الحمد لله لحد الان يعني ماشيين في الخطوه، ما عندناش اصابات ولا عندنا ان شاء الله ارهاق، ونتمنى ان شاء الله ماشيين في هذا المنوال.